لو قلت لك إن في بلد عربي بقت تصنع كل حاجة وحتى أكتر الصناعات تعقيداً، من الإبرة للطيارة. والله المغرب النهاردة مش بلد سياحي جميل، ده بقت قوة صناعية تخوف. إزاي عملوا ده؟ وإزاي قدروا ينافسوا كبرى الدول في وقت قصير؟ لو عاوز تعرف السر ركز معانا في الفيديو وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار. شوف يا سيدي، المغرب زمان كانت بلد زراعي، يعني اعتمادها الأساسي كان على حاجات زي البرتقال والزيتون والقمح. وطبعا السياحة كانت ليها مكانة كبيرة، خصوصا إن البلد جميلة ومليانة معالم تاريخية. لكن فجأة كده المغرب قررت تعمل نقلة مش عادية، اتحولت من بلد بتصدر البرتقال لبلد بتصدر عربيات وطاقة متجددة. أحد المختصين في قطاع الطيران كان يقول: لا توجد طائرة تحلق في السماء لم تصنع المغرب أحد أجزائها. في المغرب في 42 مصنع بيصنعوا 500,000 قطعة بتتركب في 30 نوع طائرة مختلفة حول العالم. تعال أقول لك الحكاية. في 2014 المغرب أطلقت خطة اسمها مخطط التسريع الصناعي. الاسم لوحده يوحي إن فيه طموح كبير، والهدف إن هم يخلوها بلد صناعي بمعنى الكلمة، يعني مصانع أكبر، فرص شغل أكتر، وصادرات تغزو العالم. ده كان المخطط. طب إزاي قدروا يعملوا الكلام ده؟ تعال نشوف. الموقع السحري. الموضوع كله بدأ من الموقع الجغرافي. المغرب ربنا اداها موقع زي ما تقول كده في قلب الدنيا، قريبة جدا من أوروبا، بينها وبين أسبانيا حوالي 14 كيلومتر بس، يعني كوباية شاي. ده غير إنها بتطل على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وده خلاها حلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا وحتى أمريكا. شركات كتير لما شافت الموقع ده قالت إحنا لازم نفتح هنا، وده اللي خلى المغرب تستثمر جامد في البنية التحتية. عندك مثلا ميناء طنجة المتوسط. الميناء ده مش مجرد مكان لتحميل وتفريغ الحاويات، ده واحد من أكبر المواني في العالم، بيتعامل مع أكتر من 9 مليون حاوية كل سنة، ومرتبط بحوالي 180 ميناء حوالين العالم. عاوزك تعرف إن التجارة بين المغرب وأوروبا لوحدها بتشكل حوالي 60% من إجمالي الصادرات والواردات المغربية. أكتر من 54 دولة إفريقية بتعتمد على المنتجات المغربية في الصناعات والخدمات. صناعة العربيات والطيارات. طب أقول لك على حاجة ممكن تضحك. المغرب بقت أول دولة في أفريقيا في صناعة السيارات. والله تخيل إن النهاردة بقت بتصدر عربيات لفرنسا وأسبانيا وألمانيا وحتى أمريكا وكندا. رينو لوحدها عندها مصنع في طنجة من أكبر مصانع رينو في العالم، بينتج أكتر من 400 ألف عربية كل سنة. حوالي 90% من الإنتاج بيتصدر لدول أوروبية زي فرنسا وأسبانيا. مصنع بيجو الكونيترة طاقته الإنتاجية بتوصل ل 200 ألف عربية سنوياً، بيعتمد على مكونات مغربية بنسبة 60%، وده رقم ضخم جداً. وكمان ستروين عندها مصنع تاني في الكونيترة. في 2023 صادرات السيارات المغربية وصلت ل 13 مليار دولار. المغرب بقت بتصدر عربيات وأجزاء سيارات ل 74 دولة حول العالم، منهم اليابان وأمريكا وكندا. وأنا هنا مش بتكلم عن تجميع عربيات وبس، المغرب بتصنع أجزاء معقدة جدا زي المواتير، وأجزاء إلكترونية بتروح لشركات كبيرة زي BMW وفولكس فاجن. المغرب ما وقفتش لحد هنا، صدق أو لا تصدق، المغرب مش بس بتصنع عربيات، ده كمان بتصنع أجزاء طيارات. قطاع الطيران المغربي بقى عامل قفزة هائلة في السنوات الأخيرة. طب إزاي حصل ده؟ استثمارات أجنبية. شركات عالمية زي بوينج وإيرباص فتحوا مصانع ومراكز تصنيع في المغرب. الصناعة دي معتمدة بشكل كبير على منطقة ميت بارك اللي بتوفر كل التسهيلات اللوجستية للشركات العالمية. التدريب والتعليم. المغرب استثمرت في تدريب الكوادر المحلية. النهاردة عندك أكتر من 17,000 مغربي شغالين في قطاع الطيران. مراكز التدريب زي المعهد الوطني للطيران بيوفر تدريب على أعلى مستوى للشباب.
قطاع الطيران بقى بيمثل 7% من الناتج الصناعي المغربي. في 2023 صادرات الطيران زادت بنسبة 45% عن السنة اللي قبلها ووصلت ل 3 مليار دولار. الطاقة المتجددة. وأما بقى عن الطاقة، شوف العالم كله دلوقتي بيحاول يبعد عن الوقود الأحفوري ويعتمد على مصادر طاقة نظيفة. المغرب قالوا إحنا مش هنلحق بس، إحنا كمان هنسبق. عندك محطة نور للطاقة الشمسية في ورزازات. المحطة دي عملاقة، واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، بتغطي مساحة 3000 هكتار، يعني حوالي 30 كيلومتر مربع. بتنتج طاقة تكفي حوالي 1.1 مليون منزل. طاقة الرياح. المغرب استثمرت بشكل كبير في مزارع الرياح. الهدف هو تغطية 52% من احتياجات الطاقة في البلاد بمصادر متجددة بحلول 2030. والأجمل من كده إنهم بدأوا يصدروا الطاقة لدول أوروبية، يعني مش بس بيغطوا احتياجاتهم، ده كمان بيدخلوا فلوس من التصدير. في 2024 المغرب بقت بتصدر الطاقة لدول أوروبية زي أسبانيا والبرتغال. استثمارات الطاقة المتجددة وفرت أكتر من 50,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. المناطق الصناعية أسرار النجاح. المغرب دلوقتي فيها أكتر من 149 منطقة صناعية، كل منطقة فيها شغل مختلف ومتميز. خليك معايا، ميناء طنجة المتوسط مش بس ميناء، ده مدينة صناعية ضخمة فيها أكتر من 1300 شركة وبتوفر شغل ل 115,000 شخص. القنيطرة مركز صناعة السيارات، مصنع بيجو لوحده هناك بيشغل آلاف العمال. الجرف الأصفر متخصص في الصناعات الكيميائية وخصوصاً معالجة الفوسفات. المغرب هنا من أكتر الدول تصديراً للفوسفات في العالم. في 2023 صادراته من الفوسفات وصلت ل 3 مليار دولار. برشيد وفاس الصناعات التقليدية والغذائية. المنطقة دي بتضم شركات صغيرة ومتوسطة وكلها بتصدر منتجاتها لدول أوروبا وأمريكا. سياحة صناعية. الحاجة اللي بجد عجبتني إن المغرب مش بس حولت الصناعة لحاجة قوية، لكن كمان عملت منها مجال جديد للسياحة. والله في مناطق صناعية زي طنجة والمتوسط بيعملوا زيارات سياحية للطلاب والشباب عشان يشوفوا بعينيهم الإنجازات دي. ده كمان الشركات دي بقت مصدر إلهام للأجيال الجديدة. نظرة للأرقام الكبيرة. بص يا سيدي، عشان نفهم قد إيه المغرب اتغير، في 2023 صادرات السيارات المغربية وصلت ل 13 مليار دولار. قطاع الطيران جاب حوالي 3 مليار دولار. الصناعات الكيميائية زي الفوسفات بتولد أكتر من 2.5 مليار دولار سنوياً. قطاع الطاقة المتجددة لوحده خلق أكتر من 50,000 فرصة عمل. المغرب مش بس بتنافس في أفريقيا، دي بقت لاعب كبير على الساحة العالمية. في النهاية القصة مش مجرد أرقام، دي دليل على إن أي بلد عندها رؤية واضحة وتخطيط مظبوط ممكن تعمل المعجزات. المغرب أثبتت إن النجاح مش بس بالحظ، لكن بالشغل الجاد والاستثمار في المستقبل. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وطبعاً الاشتراك في القناة. قولوا لنا في الكومنتات أكتر حاجة عجبتكم في قصة المغرب، ونشوفكم في الفيديو الجاي. سلام. أحد المختصين في قطاع الطيران كان يقول: لا توجد طائرة تحلق في السماء لم تصنع المغرب أحد أجزائها. في المغرب في 42 مصنع بيصنعوا 500,000 قطعة بتتركب في 30 نوع طائرة مختلفة حول العالم. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. ارضي